يا بابا، يا ماما، أنا مش عارف انتوا بتقصدوا ده ولا لأ، بس كتير بحس إني زيادة في صوتي، في طلبي، في وجودي في البيت. كل مرة بفتح بقي أقول حاجة بلاقي تنهد أو كلمة مش فاضيين دلوقتي. كل مرة بطلب حاجة بسمع هو إحنا ناقصين؟ هو أنت شايف الظروف؟ طب أنا شايفكم، بس مين شايفني؟ أنا مش طالب أكتر من حضن ولا أكتر من وقت صغير، بس بحس إني عبء حتى على وقتكم. أنا صغير بس قلبي كبير، وكل مرة بتحسسوني إني تقيل قلبي بيصغر وبيصغر لحد ما بقيتش شايف فيه نفسي. أنا مش مسؤول عن الظروف ولا عن التعب ولا عن الشغل ولا عن الضغوط. أنا طفل، ووجودي المفروض يكون فرحة مش زيادة في الهم. بس لما كل حاجة بتحصل تتحط عليا، لما تزعقوا من الشغل وتطلعوا غضبكم فيا، لما ما تضحكوش غير لما أبقى نايم، ساعتها ببقى متأكد إني زيادة. ببقى حاسس إني لو اختفيت كل حاجة هتبقى أهدى، كل حاجة هتمشي أسهل، كل حد هيرتاح. بس الحقيقة أنا مش المفروض أفكر كده. أنا المفروض أحس إني محبوب، إني مهم، إني نعمة مش نقمة. أنا مش لازم أحس بالذنب علشان اتولدت، ولا أعتذر علشان بطلب حضن، ولا أختفي علشان ترتاحوا. أنا محتاج تعرفوا إن وجودي مش لازم يوجع، مش لازم يتكتم، مش لازم يتحاسب عليه. أنا هنا ومش زيادة. أنا ابنكم، والمفروض مكاني في حضنكم مش على جنب. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الطفل اللي بيتحمل أسرار البيت وهو مش قادر حتى يتحمل نفسه.